السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هعمل لكم ريفيو عن منتج يكاد يكون حاليا في مصر مشهور جدا. تمام. وفي شيف مشهورة قوي 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 بتقدمه وعاملاه مادة عندها في البرنامج بتاعها. وطبعا هقول رأيي فيه بصراحة، والله على ما أقوله شهيد. يعني أنا مش هنافقكم ولا هكذب عليكم. هقول لكم على تجربتي الشخصية. تمام. المنتج ده هو ريجينكس، والشيف طبعا أنا مش هقول اسمها، انتوا أكيد يعني هي غنية عن التعريف وانتوا عارفينها، وطبعا عارفين هي بتطلع قناة ايه وبرنامجها اسمه ايه والقناة اسمها ايه. تمام. والله 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 أنا استعملت المنتج ده. تمام. عن تجربة شخصية. وطبعا هي مبهدلة، لا بتقولك ده لا تفتيح، لا بيشيل الهالات السوداء، لا بيجدد البشرة، لا يشيل التجاعيد، لا يعني مميزات فوق الخيال، يعني أكن مثلا حاجة سحرية. ماشي. انا طلبت المنتج من كتر الالحاحها وان انا بتفرج عليها دايما وكده، طلبت المنتج، دفعت فيه مبلغ محترم. تمام. وحاولت ان انا يعني اتك على نفسي واوهم نفسي ان هو يعمل لي اي حاجه. للاسف يعني الشديد طلع في الاخر صفر، يعني مفيش اي 1% حتى. تمام. جبت السيرم الليلي، وجبت الغسول، وجبت اللي هو كريم الهالات. تمام. ودفعت مبلغ محترم، وفي الاخر يعني والله بحلف بالله الغسول ولادي رموه يعني. تمام. وفي الاخر ولا اي حاجه، وكل يوم بقى اتصالات. لا يا فندم، طب النتيجه ايه يا فندم؟ اقول لهم زفت. النتيجه ايه يا فندم؟ اقول لهم صفر. اقول النتيجه ايه يا فندم؟ لغايه ما زهقت منهم، قلت لهم حرام عليكم، يعني بجد حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لهم كده بنفس اللفظ، قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل. اما انا ادفع مبلغ محترم بالشكل ده، والدنيا غلا، والدنيا يعني الواحد مش متحمل صراحة. فقلت يعني اجرب يعني اشوف، يعني فعلا كلام، يعني ده واحدة شيف المفروض يعني كلام ثقة. تمام. فمش اي حاجة دلوقتي تتقال الناس كلها تجري، والناس كلها تصدق، والناس كلها تروح تشتري، والناس كلها تدفع مبلغ محترم، والناس كذا. فانا بنقل لكم تجربتي علشان محدش يروح برضو يعني كده يتدبس ويدفع مبلغ، والناس اولى بالفلوس دلوقتي، الدنيا غلا، وكل واحد عنده ولاد وعنده ما يكفيه. فحبيت ان انا انقل لكم التجربه بتاعتي الشخصيه. فهنقول ايه للناس؟ احنا في الزمن ده كله دلوقتي بيكذب في سبيل ان هو يحصل على مادة، او يبقى مشهور، او يبقى فيمس، او اي حاجة، اي حاجة تؤدي الى المادة او الفلوس في سبيل بس كده الكذب. فنتقي الله في بعض، نتقي الله في بعض يعني. واللي عنده حاجة كويسة يعلن عنها بما يرضي الله، واللي ما عندوش حرام 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 يعني. استفادت ايه؟ والله دخلت على صفحتها الشخصية قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، لان المبلغ كان كبير. تمام. والله كمان مرة ربنا يحاسبني، ان الغسول ولادي لقيتهم رموه، فانا قلت لازم افيدكم بتجربتي دي عشان محدش يقع في نفس المشكلة وينضحك عليه بمعنى أصح. بس والله على ما أقوله شهيد. فأنا حبيت أفيدكم بتجربتي و... وربنا يعني يتقبل مننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.